نخش في الموضوع على طول. ما تقول حاجة نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. عايز أسألك سؤال بيني وبينك كده، هو احنا ليه بنحب الأشرار في الأفلام؟ يعني ايه اللي يخلي بني آدم طبيعي متربي عارف الصح من الغلط يقعد قدام شاشة وهو بيشجع تاجر مخدرات مثلا؟ لا، ومن كل قلبه. الخدعة هنا نفسية صايعة جدا ومحدش عارف يعملها في تاريخ السينما المصرية كلها زي ما عملها الزعيم عادل إمام. وطبعا هنا بتكلم عن فيلم حتى لا يطير الدخان. الفيلم ده مش مجرد دراما عن واحد جابها من تحت الصفر وبقى تاجر مخدرات. لا لا، الفيلم ده هو المراية. المراية اللي بتواجهك بأوسخ حتة مستخبية جواك، غريزة الانتقام. اجهز بقى يلا وهات قهوتك وتعالى نفصص ازاي الفيلم ده شربنا أعظم درس فلسفي وخلانا نحب الشرير ونقف في صفه. قاعدة عامة كده، عشان تفهم الشرير لازم تشوف أول لقطة في شريط حياته. فهمي. فهمي ما كانش مجرم بالفطرة. ده شاب عادي جدا، كان دحيح نقي، ما عندوش في الدنيا غير كرامته وشقاه ومامته الغلبانة. فهمي كان عايش وسط شلة من العيال الفشلة الأغنياء في الكلية، شلة شايفة إن كل حاجة في الدنيا ممكن تشتريها بالفلوس، حتى شقى البني آدمين. فكانوا بيستغلوه، يخلوه يذاكر لهم، يلخص لهم، يكتب لهم أبحاث بينجحوا بسببه وهم مقضيينها صياعة وقمار. كانوا بيحسسوه إنه أقل منهم، إنه مجرد مكنة بتخدمهم عشان يعيشوا هم حياتهم. فهمي كان كابت كل ده جوه نفسه وبلع الإهانة دي كمان. بيقول معلش بكرة اتخرج والشهادة هتجيب لي حقي. لحد ما جت اللحظة اللي الدنيا قررت تفرم فيها كبريائه. أمه، السند الوحيد ليه في الدنيا دي، بتتعب وبتموت بين إيديه. الدكتور بيكتب لها روشتة، فهمي معهوش تمنها حتى. فكر بقى معايا في الوجع اللي هو عاشه كده. شاب متفوق بيذل نفسه يلف على أصحابه اللي نجحوا بفضله، بيترجاهم إن هم يسلفوه عشان أمه تعيش. الرد قمة البرود. اللي قفل في وشه الباب، اللي استخسر فيه الفلوس دي عشان يروح يكمل سهرته. فهمي رجع البيت وزي ما كلنا متوقعين لقى أمه ميتة. ماتت من قلة الحيلة، ماتت لأن ابنها العبقري ما ملكش كام قرش في مجتمع ما بيرحمش اللي جيبه فاضي. الفيلسوف الألماني نيتشه عنده مصطلح مرعب اسمه الحقد الطبقي. نيتشه بيقول إن الإنسان لما بيتعرض لقهر وظلم مستمر فوق طاقته وهو عاجز عن الرد، الظلم ده ما بيموتش، ده بيتحوش جوه روحه، يتحول لطاقة غل مسمومة بتغير جينات البني آدم الأخلاقية تماما. اللحظة اللي فهمي دفن فيها أمه هو كان بيلحد بكل حاجة اسمها مبادئ. حصل جواه تحول كامل، استوعب إن في العالم ده الضعف خطيئة والفقر جريمة عقابها الموت والإهانة. طالما الضمير ما أكلهوش عيش من الآخر ولا حمى مامته من الموت، يبقى طز في الأخلاق وطز في المجتمع كمان. أنا هبقى قوي وغني وفوق الكل حتى لو أنا هبقى الشيطان نفسه. فهمي ساب الكلية ودخل الكار اللي بيكسب دهب، بقى تاجر مخدرات. مش أي تاجر مخدرات، تاجر مخدرات تقيل. الملايين بدأت تجري في إيده. وبنوصل هنا لقلب الفيلم وجوهر الفكرة نفسها. السؤال الصادم، هو احنا ليه كنا فرحانين وهو بيتاجر في المخدرات؟ الإجابة على السؤال ده بكل بساطة إن السينما هنا ما بعتلكش قصة تجارة المخدرات على طول، لا لا، هي بعت لك حاجة تانية خالص. بعت لك غريزة الانتقام. فاكر مثلا المشهد بتاع أخت صاحبه اللي عيرته بفقره وهدومه وكسرت نفسه زمان؟ الأيام دارت وبقت هي اللي محتاجاه. جت لحد عنده عشان تقرب منه، بيبص لها بمنتهى الجفاء والعظمة ويقول لها انزلي انتي من سلم الخدامين. اللحظة دي جسمك كمشاهد بيفرز كمية دوبامين مش طبيعية. انت فرحت في كسرتها، لأن فاهم هنا ما بقاش بيمثل نفسه بس، ده بقى بيمثل كرامتك انت كمان، وحق كل غلبان اتهان من طبقة متكبرة ما بترحمش. ونفس اللعبة النفسية دي حصلت مع صاحبه رؤوف، الشبح اللي كان بيذله زمان. وقف في صالة قصر فهمي بيه كأنه شحات بيطلب رضا تاجر الحشيش عشان قرشين يروح يلعب بيهم قمار. فهمي بيذله بابتسامة باردة ونبرة هادية. عادل إمام هنا قدم كورس مكثف في ازاي تذل حد. الذل اللي بيخليك تقعد حاطط رجل على رجل وتتفرج على اللي ظلمك وهو بيفكك كرامته حتة حتة قدامك عشان بس الفلوس. عشان نفهم اللي بيحصل ده من وجهة نظر الفلسفة، في نظرية اسمها العقد الاجتماعي، نظرية بسيطة جدا. العقد ده بيقولك انك كبني آدم لازم هتلتزم بالقانون والأخلاق، بس في مقابل. المقابل ان المجتمع هيضمن لك الأمان العدالة ويديك حقك أول ما تتعب. لكن لما المجتمع بقى يكسر العقد ده معاك، يسيب امك تموت، يدوس على كرامتك، انت ما بتبقاش مدين للمجتمع ده بنكلة اخلاق. فهمي كمان طبق مبدأ الغاية تبرر الوسيلة بحذافيره. طبقه بالظبط. غايته ما كانتش مجرد انه يبقى غني، غايته كانت انه يدفعهم الفاتورة. غايته كمان كانت انه يذل اللي ظلموه، وبنفس سلاحهم اللي هو الفلوس. احنا كجمهور حبيناه
وبقينا معاه في كل حاجة لأننا شفنا فيه العدالة اللي القانون الرسمي ما يعرفش يجيبها، بس جريزة الانتقام بتجيبها تالت ومتلت. لكن للأسف غريزة الانتقام دي ليها تمن، وتمن مرعب. الانتقام ده زي النار، لما بتبدأ تحرق أعدائك بتاكلك انت كمان في السكة من غير ما تحس. فهمي بسبب عماه بالانتقام وجري ورا المظاهر وطبقة الأغنياء داس على كل المبادئ اللي كان مقتنع بيها زمان. لغى من قاموسه حاجة اسمها صح وغلط أو حلال وحرام. بقى مستعد يتعامل مع أوسخ حيتان الفساد لمجرد إنه يثبت لهم إنه بقى واحد منهم، لا وأعلى منهم كمان. تحول لمكنة جافة ما فيهاش أي رحمة ضد أي حد يقف في طريقه. بس المفارقة الصايعة هنا إن الحاجة الوحيدة اللي الانتقام ما قدرش يلوثها كانت ثانية، البنت الوحيدة اللي حبت فهمي بجد وهو فقير ومن غير أي مصلحة. فهمي ما قسيش عليها، بالعكس ده اتجوزها فعلا، وبقت هي طوق النجاة لروحه الباقية ونقطة النور الوحيدة وسط كل الضلمة اللي عايش فيها. لكن الصدمة المرعبة إن حتى لما اتجوز الحب الحقيقي وبقى في إيده ملايين الدنيا كلها ملحقش يتهنى بربع ثانية. وهنا الفيلم بيدينا القلم الفلسفي الأخير على وشنا، فلسفة العدمية. الفلسفة دي ببساطة بتقولك إن كل الصراعات والفلوس والغل والانتقام اللي بنجري وراه في الدنيا ملوش أي قيمة قدام الحقيقة الوحيدة، وهي الموت. فهمي وصل لقمة الهرم، بقى مليونير، كسر عين كل اللي ظلموه، بس قعد على الهرم ده لوحده تماما، واكتشف إن القمة باردة فاضية، مفيش حد مستنيه هناك. وفجأة المرض بينهش في جسمه بدم بارد، لحد ما بنشوف مشهد النهاية. فهمي وهو بيموت في فرحه، عشان يعرف ان شنط الملايين دي كلها ما تقدرش تشتري له نفس واحد زيادة. بيموت بعد ما كسب كل معاركه ضد البشر، ذل اللي ذلوه، اشترى اللي باعوه، بس خسر المعركة الأهم، معركته ضد نفسه وضد الزمن. كل النفوذ والقوة اللي بناهم طاروا في ثانية، زي الدخان بالظبط اللي كان بيحاول يمسكه طول الفيلم. فيلم حتى لا يطير الدخان مش مجرد حدوتة عن تاجر مخدرات، ده مراية بتواجهك انت بحقيقة نفسك. الفيلم بيثبت ان الاخلاق والضمير ساعات بيبقوا رفاهية مش عند كل الناس، وان جوه كل واحد فينا شخصية فهمي مستني بس الظروف تضغط عليه والمجتمع يظلمه عشان يقلب وحش ويكسر العقد الاجتماعي ويدوس على الكل باسم الانتقام. عشان كده السؤال اللي هسيبهولك ومحتاج تجاوبني عليه في الكومنتس بكل صراحة وبدون أي مثالية، لو كنت مكان فهمي والمجتمع ظلمك وداس عليك بنفس الطريقة، كنت هتعمل زيه وتدوس على الدنيا كلها عشان تاخد حقك، ولا كنت هترضى بالأمر الواقع وتعيش غلبان؟ لو وصلت للحتة دي من الحلقة وعجبك التشريح الفلسفي اللي عملناه ده، ما تنساش تخبط اللايك وتشترك في القناة عشان الفيديو الجاي والتحليل الجاي هيبقى أعمق بكتير إن شاء الله. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.